بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل النهارده كبده زي كبده الفلاح او الكبده الاسكندراني كده، خليط بين او ميكس بين الاتنين. معانا فشه وكبده وطحال ومخاصي وقلب وكلاوي، كله كده يعني من ذبيحه من جدي كده، كبده جدي دي نصها. هحط معاها معلقه كبيره كزبره ناشفه، معلقه شويه ملح وشويه كمون وشويه فلفل اسمر وليمونه، عصير ليمونه كبيره، ومعلقتين خل. دي التتبيله بتاعتنا النهارده. هنسيبها نص ساعه في التتبيله دي، نص ساعة بس. ومعانا قطعة زبدة كده حوالي 3 أو 4 معالق، وحوالي 3 فصوص توم كبار. هنحمر التوم. الطريقة دي على فكرة جميلة جدا، حلوة قوي قوي. هنحمر التوم كده لغاية ما يبقى أصفر كده يا دوب بس. وبعدين هنحط الكبدة بتاعتنا. الكبدة على فكرة يعني بالتتبيلة دي ما بيبانش طعم، تحس ان هي كلها كبده، ما بيبانش طعم اي حاجه كده. بعد ما بتستوي بتبقى كلها طعمها كبده. التتبيله كده مع الزبده مع السوا بالطريقه دي، بتحس ان هي كلها كبده. يعني الميكس ده بيدي طعم واحد بس. وهنسيبها على النار لغايه لما الميه بتاعتها كلها تنشف. تبقى هنوطي عليها خالص، يعني اول ما تبدأ تغلي هنوطي عليها لما المية بتاعتها تنشف خالص. بقت معانا بقى كده بالشكل ده. هنحط معاها فلفل قطع. الفلفل ده بقى بيبقى اختياري، لو حابين نحط فلفل حراق هنحط فلفل حراق، فلفل اخضر، فلفل الوان. الفلفل بقى في الاخر خالص، اخر تكة. هنسيبها 3 دقايق كده مع الفلفل، ويبقى كده خلاص الكبدة بتاعتنا خلصت. واوعدكم بكبدة خطيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.